علاش ما عنديش الزهر مع الناس؟ راه الانسان ملي كيتجرح المره الاولى كيقول ربما هذه غير صدفه، وملي كيتجرح جوج مرات كيقول يمكن هذا غير سوء اختيار. ولكن ملي كيتكرر نفس الجرح، هنا كيولي كيسول راسو واش العيب فيا انا. راه ماشي كل مره كتجرح فيها يعني ما عندكش الزهر. راه بعض المرات الله سبحانه وتعالى كيبعد عليك ناس قبل ما يدمروا حياتك اكثر. ربما انت كتشوف غير ديك اللحظه ديال الخذلان، ولكن ما كتشوفش شنو كان ممكن يوقع لك في هذيك اللحظه كون بقاو هذوك الناس في حياتك. لانه كاينين الناس كيدخلوا لحياتك غير باش يعلموك دروس، ماشي باش يبقاو. يعني كيعلموك كيفاش تختار الناس، وكيفاش ما تعطيش قلبك لاي واحد، وكيفاش تحمي روحك. والمشكل ماشي انك ما عندكش الزهر، المشكل هو انك كتعطي بزاف من قلبك، خصوصا الناس اللي ما كيستاهلوش. يعني كتثق بسرعه، كتسامح بسرعه، وكتظن ان الناس كلهم بحالك. ولكن الحقيقه هي انه ماشي كل شيء قلبه يعني نقي بحالك. ولكن بالرغم من هذا الشيء كامل، راه هاد التجارب هادي ماشي جات باش تكسرك، بالعكس هي جات باش توعيك، باش نهار يجي الانسان الصحيح لحياتك تعرف قيمته، وتعرف شكون يستاهل يبقى في حياتك. يمكن دابا كتحس براسك بوحدك، ويمكن كتحس ان الدنيا قاسية معاك، ولكن ثق بيا، راه ماشي كل تأخير كيعني خسارة، وماشي كل بعد كيعني عقاب. راه بعض المرات الله سبحانه وتعالى كينقي حياتك من الناس الغلط باش يفرغ المكان للناس الصح. ويمكن الزهر ديالك مع الناس مازال ما وصلش.